هنتكلم على ماتش الاهلي والزمالك، بس النادي المصري لسه منزل بيان دلوقتي حالا طازه من الفرن سخن اهو. بيقول لك فيه يعرب مجلس اداره بعد الفضائح التحكيميه في مباراه بتروجيت. مجلس اداره النادي المصري يهدد بتجميد نشاطه والانسحاب من بطوله الدوري. عشان البيان كله كذا 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 كذا، فملخص البيان هو العنوان اللي نزله النادي المصري. طيب عد بقى على ايدك كده كام نادي اشتكى من التحكيم السنه دي؟ كل الأندية. ها؟ كل الأندية. كل الأندية بتشتكي من التحكيم. أكيد كل الأندية ديت مش هي اللي فيها المشكلة. أكيد في مشكلة في التحكيم. فخلينا نبقى صادقين كده مع نفسنا، نبتدي نراجع نفسنا مرة تانية ونشوف المشكلة فين في التحكيم عشان نحل القصص دي. نخش بقى في ماتش الأهلي والزمالك. عم حسن. الأهلي والزمالك يا عم حسن. اسألك سؤال يا عم حسن. امرني يا كابتن. الزمالك هيعمل ايه؟ احنا بنتكلم اهلي وزمالك وانت زملكاوي يا عم حسن. فكر يا عم حسن قبل ما ترد. ايه اللي هيحصل؟ فكر قبل ما ترد. والله انا بالنسبه لي انا كزملكاوي حاطط عنوان الماتش ده يا خوف يا بدران. يا خوفك يا بدران. ليه بقى؟ لان انا شايف الدافع عند لعيبه الاهلي اقوى من لعيبه الزمالك. مين اللي هيكسب يعني؟ فشايف ان انا هيكسب الماتش ده مش الزمالك. عم حسن وعلى فكره اذكرك بزملكاويتك يا عم حسن. لا انا زملكاوي، انا زملكاوي فعلا. عم حسن انا زملكاوي. لا عم حسن اقول له على السر اللي قلته لي بره عم حسن. الناس دي على بص ثانيه واحده انت بتقول ايه يا عم حسن؟ مين اللي بيعمل؟ انت زملكاوي يا عم حسن؟ ايوه زملكاوي. طب احلف بالله يا عم حسن. والله احلف بالله. والله زملكاوي، بس الدافع عندهم اكتر. الدافع عند الاهلي اكتر. عند لعيبه الاهلي اكتر. ماشي. في شكله في حاجه. لعيبه الاهلي هتنزل في الملعب عشان حاجه واحده بس. انا لما بغيب ما بغيبش اونطه. هيصمموا على الماتش على لما برجع. والله العظيم يا عم حسن انت تعمل لي مشكله ما يعلم بالله ربنا. هقول لك ابراهيم في القهوه جاب عم حسن يقول له عم حسن قول كده. بالله عليك يا اخي انا قلت لك اي حاجه؟ لا ما حصلش. طب انت هتعمل لنا مشكله كبيره. انت متاكد انك زملكاوي؟ شوفوا البطاقه يا جماعه. سؤالنا صدقا والله الكابتن عمره ما قال لنا نقول حاجه. طب ما هو بس ثانيه واحده بس، ما هو بيقول كلام حسن. هو الدوم في حاجه اللي انت الدوم في حاجه؟ اخر كلام هنرجع الجمله. ما تقولش ان انا بضغط عليك. لا والله خلاص انت كده رايك. انا رايي انا كزملكاوي رايي. طيب نشوف بقى الاهلاوي. مصطفى تعال درش هنا كده عشان تظهر هو هتعمل عكس. لا عادل الكفه بقى. الزمالك لها حافز اللي هتكسب بس الاهلي خلاص عشان الكفه بتاعها عالي. ماشي جمله حلوه خلاص. بس الاهلي خلاص بلاش بس يا ابني ما تلغوش عليه. خليك حاجه كويسه. الماتش ده لو الاهلي كسبه هياخد الدوري ان شاء الله. يبقى حافز ليه. ايوه انت توقعاتك ايه؟ اتوقع الاهلي يكسب ان شاء الله. مش انت لسه بادئ الموضوع. انا بقول لك انت بدات كويس ولقيت مش كويس. لا بقول حافز، بس الاهلي لو كسب الماتش ده. مش قلت لك يا عم اول جملتين بس. ما طب هتبص كلام الراجل ايوه يعني. بص ما دي حلقه مش مسجله ده هوا. حتى لو هوا يا ابراهيم حتى لو هوا. لا بس الاهلي ان شاء الله يكسب يعني. ان شاء الله. ماشي الكلام كده. احنا قلنا ايه التوقعات اللي في الاستوديو هناك. وحيد شاور لنا. ايوه انت بتشاور لي بايدك ايه؟ اهلي ولا زمالك؟ مين اللي هيكسب؟ ها؟ زمالك. ها؟ ماشي. اللي جنبك استاذ ايمن. الاهلي ان شاء الله. ها؟ سامي. ماشي 2-1. 2-1. ها؟ اهلي 3-1 هتفتح قوي. الاهلي 6-1 بقى وخلاص. اهلي ايه ده؟ ها 6 كابتن 6-1 خلاص. بس لا القهوه دي لازم تتشمع. والله اشمعها الصبح. ايوه يا اما ما انت جايب 3 يدافعوا بس. ما دي كل دول بيهاجموا يعني 3 يدافعوا بس يا ايما. خلاص. لا يعني ليبرو واثنين مساكين يعني. انا نسيت اسال. ها الزمالك مفيش توقعات في الماتشات اللي زي دي. مفيش توقعات. خلينا نتكلم. تمنيات. خلينا لا الزمالك طبعا. طيب ها الزمالك ان شاء الله. ماشي. ها اهلي طبعا ان شاء الله. اهلي طبعا. ها اهلي ان شاء الله. ها ان شاء الله الاهلي. ايوه ده تاخد كل مني ده بقى؟ تمنيات صح؟ تاخد مني؟ ماتش تعادل. ما انت لازم تقول كده. لا انا عارف الماتشات اللي هي ديت كل واحد كل واحد يتمنى اكتر يعني. ايه؟ كل واحد هيتمنى ناديه يعني. طيب طبعا. نخش في التفاصيل اللي في الديتيلز محدش يعني. يكسب حد اساسا. طيب نخش في التفاصيل. مين افوق وايه اللي الاهلي لو عمله يبقى افوق؟ حلو السؤال؟ حلو. ماشي. خلينا نقول طبعا ان مباريات القمه دايما حسابات الورق فيها صعبه. ماشي. الفريق اللي عنده دوافع كبيره مركز اكتر. شخصيه اللعيبه في المباراه دي بتبقى مهمه جدا اكتر كمان من الخبرات الفنيه. حاله الاهلي عامله ايه دلوقتي؟ تفاصيل حاله الاهلي
خلينا نقول يعني لسه طبعا احنا لسه في بدايه الدوري، ماشي. لسه الفريق ما وصلش للحاله الفنيه. اعتقد ما فيش فرقه في الدوري الممتاز برضه وصلت للحاله الفنيه الكامله يعني. تهيألي بيراميدز النهارده كسبان طلائع الجيش وعمال يكسب في الفرق كلها. ماشي، بس يطلع قبل كده يلعب برضه في قبل كده الإنتر برضه يكسب يرجع. وبدأ وحش برضه. بدأ هو مش آخر احسن فترة حاجه غلط. يعني. خد بالك المرة من اللي ساعه فاتت. ماتش الاهلي وهو كيرف طالع. ماشي، النهارده برضو النادي الاهلي ناهي بشكل كويس، كسبان ماتشين ورا ماتش حرس الحدود. النهارده الثقه بترجع تاني للعيبه. اي نعم النادي مفتقد لعيبه مؤثره جدا من الناحيه الفنيه للفرقه، اختلاف المدرسه بين ريبيرو وبعد كده كابتن عماد جه، كل الحاجات دي اكيد بتاثر على مستوى الفرقه. لكن المباريات اللي زي دي اعتقد اللي بتبقى فرصه كويسه للعيبه اللي هي ترجع الثقه تاني ليهم ولجمهورهم، طمنوا الفرقه بشكل كويس. زي ما قلت لك وباكد تاني ان هي مباراه تفاصيل مهمه اللي جدا. يكسب الماتش ده يكسب الدوري. لا لسه بدري. لسه بدري. طيب كابتن فتح الله، دي اول مباراه لفريرا مدرب الزمالك، اول مباراه قمه. تفرق معاه في حاجه؟ هيفضل يلعب بنفس الاسلوب بتاعه ولا غير اسلوبه قدام الاهلي؟ لا يعني ما اعرفش اقرا دماغه قوي، لان اول ماتش قمه ما اعرفش دماغه هتوديه لفين. بس ماتش قمه جاي في ظروف لحد كبير متشابهه، يعني اعتقد ان الناديين ما يتمنوش ان الماتش كان تيجي في الظروف دي، لان مش في احسن حالاتهم. يمكن نسبيا كبنات الزمالك اول، فالضغوط عليه هتبقى اقل شويه. الاهلي دلوقتي ترتيبه في البنات بعيد، لكن كسب اخر ماتشين، بدا مكسب بس حتى لو اداؤه مش كويس. لكن الزمالك ماتش الجونه حسيت ان في كلام كتير ورغي كتير، وده مش مظبوط. قبل ماتش قمه ماتش وتعادلت فيه والناس راحت لاتجاهات المدرب. خد بالك يا ابراهيم، انا ممكن يكون عندي تحفظات شويه عن المدرب فنيه بحته، ماشي، ادارته للماتش بس ولكن توظيفه للعيبه والكلام ده. بس ما اروحش ان هو يعني حب يريح اللعيب. خد بالك كل المدربين بيحسبوها ورقه وقلم. في ماتش في المتناول ممكن عند لعيب مصاب او عنده انذارين، ممكن اريحه دلوقتي عشان محتاجه في ماتش مش عارف ايه. فالحاجات دي كلها حسابات المدربين من زمان بيعملوها وبتعمل. انا شايف ان المدرب لو مركز وبيشتغل باوراقه صح، لان اوراق الزمالك مش كتير. الناس اللي فايقه الفت الكواليتي محترم مش كتير. المدرب لو مركز وبيدير الماتش 90 دقيقه بشكل كويس هيعمل ماتش كبير. الماتش ده يا ابراهيم انت لو كسبته هتحط كميه ضغوط مش طبيعيه على النادي الاهلي. مش عايز اقول لك هتبعده عن المنافسه، لا تضغطه جامد، هتضغطه بشكل كبير جدا، لان الاهلي عنده مشاكل، فانت لازم تحاول تصعد يعني تكتر المشاكل اللي عنده. طيب كابتن سيد، ثنائيه مين الافضل في الدفاع؟ وشايف مين الانسب في حته الهجوم، جراديشار ولا شريف؟ يعني في الدفاع هنتكلم الطبيعي، هو اخر اتنين نهو ياسر ومرعي، فالاثنين هم دول اقرب اتنين يكونوا موجودين. جراديشار هو يعني افوق من شريف الفتره الاخيره. النقطه برضو بتاعه الماتش، انت سالت الكابتن سامي على الحاله بتاع مين افوق. انا الفرقتين قريبين من بعض، ما فيهمش حد، هم باحوال. ماتش كويس ماتش وحش، اداء خلال ال 90 دقيقه 10 دقائق كويسه، بقيه الماتش مش كويسين. بس النادي الاهلي اول مره يتحط في الموقف ده، ان هو مباراه القمه بالنسبه له طوق نجاه. طوق نجاه بمعنى ايه؟ ان انا بقالي فتره ماشي مش كويس، بدات ارجع في النتائج، بس الاداء لسه الناس مش راضيه عليه برضو. فاول مره ده كان الطبيعي بتاع نادي الزمالك، يعني دايما نادي الزمالك كان بيجي مباراه القمه بالنسبه له هي الفرصه ان هو يحقق فيها المكسب، فيرجع فالناس تحس ان هو بقى موجود. ماشي.